ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملت معاكم كلوريكس الالوان بجودة حلوة جدا وريحته كمان حلوة، والنظافة بتاعته كمان انا جربته قبل كده وكان حلو جدا. يلا بينا ندخل على المقادير. انا جبت هنا كيس اسمه اللهلوبة لكلوريكس الالوان زي ما انتوا شايفين كده دوت. هبقى اقول لكم سعره كام، وهحط لكم كمان رابط الجروب اللي انا اشتريته منه. صاحبة الجروب ست محترمة جدا، واي سؤال بتحبي تسأليه. وعندها كمان مكونات كتير، او يعني شاور جيل، وعندها الصابون السائل، وعندها مسحوق الاوتوماتيك ومسحوق الغسالات العادية، وكله حاجات بتتخفف يعني في البيت. جبت الاول هنا كروانة، حطيت فيها 3 لتر من المية، ازازة لتر وازازة 2 لتر. هو مكتوب عليه ان هو بيتخفف في 5 لتر من المية، بس انا عملته في يعني في حدود 4 لتر بس. قلت عشان خاطر تبقى يبقى يكون مركز شوية، عشان خاطر لما يكون في بقع ولا حاجة يعني ايه تطلعها معايا على طول. ده اللتر اللي هو الرابع. هجيب بقى الكيس افتحه معاكم وهوريكم محتويات الكيس من جوه بتكون عبارة عن ايه. الكيس دوت ب 40 جنيه، والكلوريكس الابيض بيكون ب35. دوت بيتخفف في 5 لتر من المية زي ما قلت لكم. طبعا في ناس ممكن تخففه في اكتر من كده، بس هو مكتوب عليه 5 لتر. وانا عملته في 4 لتر بس، او 4 لتر ونص كده، عشان خاطر يكون يعني ايه تقيل ويبقى كويس كده مع البقع لو في بقع عندي ولا حاجة. بس خلي بالكم عشان هو بيبقى فيه مادة كده اللي هي زي اللي بتبقى موجودة على ايديا دي بتلسع كده حاجة بسيطة. يعني حاولي ان انت تكوني لابسة جوانتي، لكن هي مش مؤذية ولا اي حاجة. هفضي كيس العجينة دي، هي دي فيها الريحة وفيها فيها يعني المكونات بتاعة التنظيف، وفيها كمان اللون بتاعها. وهبتدي ان انا ادوبها كده في مية من الحنفية زي ما قلت لكم، عادي خالص كده. طبعا لو لسه مكملة معايا الفيديو، يا ريت ما تبخليش عليا بلايك وكومنت حلو منك ودعوة حلوة. ولو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس. هحط لكم رابط الجروب اللي انا اشتريت منه الكلوريكس دوت. تقدري تخشي وتسأليها على اللي انت عايزاه، وهي بتجاوبك في اي سؤال انت محتاجاه او اي منتج انت محتاجاه. هبتدي ان انا ادوبه. هو دوت انا جايباه للغساله الاوتوماتيك. انا قلت لها عايزاه للغساله الاوتوماتيك، قالت لي ان هو ينفع للغساله الاوتوماتيك، وهو كمان مكتوب على الكيس بتاعه ان هو ينفع لاي غساله، الغسالات العاديه والفوق اوتوماتيك والاوتوماتيك اللي هي الباب بتاعها من قدام. هبتدي ان انا ادوب زي ما انتوا شايفين كده. هو بيعمل زي تكتلات كده في الميه، فانت لازم تقعدي تقلبي فيه كده شويه لغايه لما تروح التكتلات اللي انتوا شايفينها ديت. وبعد كده بتسيبيه يرتاح لمده ساعه، وبعد كده بقى بتبتدي ان انت تستخدميه او تعبيه يعني في الازايز اللي انت عايزه تعبيه فيها. انا قعدت اقلب فيه كده تقليب مستمر عشان خاطر اضيع كل التكتلات اللي كانت موجوده، وكمان عشان يدوب. الرغوه دي ما تقلقيش منها، هو بس عشان التقليب. انا جربته في الغساله الاوتوماتيك وما عملش اي رغوه في الغساله، وما عملش اي حاجه. بالنسبه بقى الكلوريكس الابيض، هي بتكون بعتالك في من الكلوريكس الابيض والالوان في منه بيكون بودر، ان انتي تحطي منه يعني زي المسحوق عادي في الغساله، وفي منه اللي هو زي اللي انا جايباه دوت. وبالنسبه للكلوريكس الابيض بتبعتلك ازازه كلوريكس مركزه، وانتي بتقولك ان هي بتتخفف من 5 ل10 لتر حسب التركيز اللي انتي عايزاه. انا جبت برضو ازازه كلوريكس ابيض، بس انا لسه ما خففتهاش. هخففها يعني، وبعد كده هبتدي ان انا استخدمها في الغساله الاوتوماتيك بتاعتي عادي. هنا كده بعد ما خلصت تقليب هسيبه بقى يرتاح كده في حدود يعني ساعه كده او اكتر. بس قبل ما اسيبه يرتاح حسيت ان هو قوامه محتاج ان انا شويه ميه. حطيت له كده، كان عندي ازازه مكانها دوني حطيت فيها يعني ربعها ميه كده. ما حطيتش ميه كتير عشان زي ما قلت لكم ان انا محتاجاه يكون مركز، عشان خاطر البقع عندي بتاعه ولادي يعني الهدوم بتاعتهم على طول بيبهدلوها بالشوكولاته والحلويات والحاجات دي. فسبته مركز كده عشان اقدر استخدمه على البقع ويبقى حلو كده وبيطلع البقع على طول. هبتدي ان انا بقى بعد ما دوبته هسيبه بقى يرتاح لغايه لما الرغوه دي كلها تروح، وبعد كده اوريكم شكله. ده شكل الكلوركس بتاعي بعد ما سبته كده ساعه زي ما هما كاتبين. هو مش بيتقل، هو بيبقى زي الكلور العادي، مش بيبقى جل يعني. وده الشكل بتاعه النهائي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.